أنا أتحدى أي إنسان على ظهر الكوكب الأرضي من مصر إلى طاجستان، مش إلى روسيا، إلى طاجستان، إن يثبت بطريق القطع متى ولد النبي. لا يعرف على اليقين متى ولد صلى الله عليه وسلم أبدا. كل من يدعي أن النبي ولد في هذا اليوم ليس عنده دليل أبدا، لا يوجد أي دليل. لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول، ولأن يوم 12 ربيع الأول في السنة دي ما كانش يوافق يوم الاثنين، يبقى كده تأكدنا أنه مش 2 12 ربيع، هو يوم الاثنين وعامل فيه بس الاثنين مش ما نعرفش في أي شهر وأي يوم في الشهر تاريخ. فلذلك إخوتي وأحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، إحنا بنحب سيدنا النبي، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تبطل أو تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحبه، ولكن نحبه عبادة، ضوابط العبادة الإخلاص والاتباع. باتفاق أهل السير والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، ففي النهاية نحن نحتفل بموته والعياذ بالله. هذا واقع الأمر، أننا نحتفل بموته، كأننا فرحانين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يجوز حقيقة. الاحتفال وترك هذا هو الأصل، والذي يريد أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتفل به كل يوم، كما قلنا في عيد الأم، يجب أن يكون عيد أمك كل يوم، ومن أراد أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عنه كل يوم. لا ينبغي على الأمة أن تحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في العام، وإنما يجب على الأمة أن تحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل نفس من أنفاس حياتها، لكن بالكيفية التي أقولها: بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده، بطاعته، باتباع سنته، بالذب عن شريعته، بالتخلق بأخلاقه، بتحويل شرعه في حياتنا إلى واقع عمل وإلى منهج حياة، بكثرة الصلاة والسلام عليه. هو ده الاحتفال الحقيقي. ثم تفاجأ باللي بيقول لك ده أنا بتبع النبي وأنا بحب النبي وأنا ورا النبي، وإن الناس اللي بيقولوا عدم الاحتفال بالمولد دول ما بيحبوش النبي. تفاجأ إن هو لا مظهره على هدي النبي ولا سلوكياته على هدي النبي. طب يعني بص لنفسك عشان ما تتهمش الآخرين. شوف أنت كده شكلا